معقول في حدا لهلا ما جرب كبسة البرتقان؟ إذا لسه ما جربتوها فبحب خبركن إنه رايح كتير عليكم. خليكن معي لنهاية الفيديو لتشوفوا كيف بعملها. وهلأ منبلش منقول بسم الله. بطنجرة على الغاز رح ضيف معلقتين سمنة، وبس يدوبوا رح ضيف كيلو ونص فخاد دجاج. بتقدروا انتو تضيفوا دجاجة كاملة مقطعة لنصين، ما في أي مشكلة. بدي قلي الدجاج مع السمنة وقلبهم حتى يتغير لونه. وبس خلصت كل الكمية رح شيلهم على جنب. بنفس الطنجرة اللي قليت فيها الدجاج رح ضيف بصلة مقطعتها ناعم، ورح ضيف عليهم حبتين فليفلة مقطعين كمان ناعم، وحبتين جزر مبروشين، وبخلطهم مع بعض كتير منيح. وبضيف عليهم حبتين بندورة مقطعين ناعم، وبضيف عليهم معلقتين من دبس البندورة. وهلأ رح ضيف النكهة الأساسية للكبسة، برش برتقانة كاملة وبرش ليمونة، رح ضيفهم اخلطهم. ورح ضيف البهارات معلقتين ملح ونص معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقة كركم ومعلقة توم بودرة ومعلقة بابريكا حلوة ومعلقتين بهارات الكبسة، وبخلطهم وبغطي عليهم وبتركهم حتى يتعقدوا. وهلأ من بعد ما جهزوا رح ضيف الباقة العطرية، إكليل الجبل وورق الغار ولومي، ورح ضيف عليهم الدجاج واخلطهم. طبعا انتو بتقدروا تضيفوا عليهم قرنفل مثلا وقرفة يلي انتو بتفضلوه، ورح يعطي للدجاج نكهة كتير طيبة. ورح ضيف عليهم المي السخنة وغطيهم واتركهم حتى يستووا. وهيك بعد ما استوى الدجاج ريحتهم بتاخد العقل. رح اخد معلقتين من مية الدجاج وانقل الدجاج على البايركس حتى حمرهم بالفرن. وطبعا ما ننسى ندهن وجه الدجاج بالخلطة نفسها. يا جماعة ما فيني خبركن قديه ريحتها بتشهي. ريحة برش الليمون مع البرتقان عطيتها نكهة بتاخد العقل، وأنا للصراحة حبيتها أكتر من الكبسة العادية. وهلأ رح ضيف عليها نص كاسة عصير برتقان، وهي يلي رح تعززلي نكهة البرتقان. عندي 4 كاسات رز كبسة غسلتن منيح بمي سخنة. أنا للصراحة ما بنقع رز الكبسة، وبضيفن على مية الدجاج وبغطيهم، وبعدها بوطي النار تحتهم حتى تستوي. وهيك استوت الكبسة. شوفولي هالمنظر شو بيشهي، الريحة حرفيا بتاخد العقل، جد ما توقعتها تطلع هيك. وهلأ بعد ما استوى الدجاج كمان عندي وتحمر الوجه تماما رح ضيفه على الرز. وأكيد ما بتزبط الكبسة بلا تقلاية السمنة العربية مع اللوز، وأكيد كمان القشطميش. وإذا عجبتكم الوصفة حبايبي ما تنسوا تدعموني باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وصحتين وهنا، سلام.